مولاي وسيدي، ليس لي من بعد جاهك مشتكى، ولا ملاذا يسمع من دعا أو يرحم من بكى. فإلى من أفر إن لم تحمني، وبمن أستغيث إن لم تغثني، ومن أدعوه إن لم تجبني، ومن أتضرع إليه إن لم ترحمني، ومن أتملق بين يديه إن لم تقبلني، وباب من أقرع إن تكلني، ومن أتمنع به إن لم تكن لي. فاللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وأحسن اللهم عاقبتي في الأمور كلها. اللهم لا تكسر لي قلبا ولا تصعب علي أمرا، واكفني اللهم جهد البلاء وسوء القضاء، يا مولاي ويا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده ان شاء الله جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد، يا رب كده يعجبكم، ويا رب اكون خفيفة على قلوبكم. ولو اول مرة ان شاء الله بتشوفي قناتي، دي قناة يوميات منال، بتقدم حاجات كتيرة وحاجات جميلة حلوة، فضلا وليس امرا. عايزاكي كده بقى تنزلي تحطي لي كده اشتراك، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك باشعار. وعايزة كده لايكات كتيرة كتيرة حلوة زيكم، وكومنتات حلوه برضو زيكم. يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه كده النهارده. النهارده كده دخلنا المطبخ وسمينا بسم الله الرحمن الرحيم كده. عملنا كده اللهم صل على النبي، ده عصير ليمون بالنعناع. قشرنا الليمون زي ما انتم شفتوا، كان عندي كده نعناع فريش، فحطيته كده على الليمون وضربته بالهاند بلندر، وخلاص على كده ركنته كده في التلاجة. قلت ايه يسقع قبل ما يجي الفطار. وده كده وكان برتقان معانا كنت مفرزاه، برتقان على جزر، كنت سلقه الجزر ومقطعه البرتقان عادي زي ما انتم شايفينه، شايلاه في الفريزر. حطيت كده حبه سكر وحبه ميه، وبرده هضربه بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى بعد ما اخلص ضرب فيه، هبدا اصفيه كده برده واشيله برده في التلاجة لغايه برده ايه، ما يسقع كده قبل ما يجي كده ان شاء الله باذن الله الفطار يكون ساقع. بس دي اول حاجه اصلا، يعني بخش على المطبخ بتاعي، يعني اول ما بخش على المطبخ بتاعي يعني ببدا بيها العصاير، عشان قبل ما يجي كده الفطار تلحق ايه تسقع معايا. بس كده زي ما انتم شايفين، انا كده هنا صفيت البرتقال بعد ما ضربته خالص، ونزلت بيه شلته حطيته في الازازه ديت وهشيله. تعالوا كده بقى نشوف اكلنا النهارده ايه. اكلتنا النهارده خفيفه كده وسهله وجميله. يلا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. جبت كده طاسه ونزلت فيها بحته زبده كده زي ما انتم شايفين. وعندي هنا كفته اللي هي كفته داوود باشا، دي انا كنت برضو عاملاها معاكم في فيديو بتاع التفريزات. هنزل بيها كده بالكفته دي، هنزل بيها كده في قلب الطاسه، اشوحها كده بس عقبال ما ايه، ما اشوف الخضار معايا اللي هعمله او ايه اللي هعمله النهارده جنب الكفته دي. هحطها كده تتشوح وخلاص على كده. عقبال بقى ما الكفته بتاعتي تتشوح كده اهوت بقى، تاخد بقى لون كده من الجنبين. هجيب انا كده بقى بطاطسيتين زي ما انتم ما شايفين كده، او عدد 2 بطاطس. هقشرهم كده وهقطعهم ايه عادي حلقان، يعني زي ما انتوا التقطيع اللي انتوا تحبوها. بس كده قطعت البطاطس وغسلتها وحطيتها في الطبق بتاعي. وجبت بقى ايه البصل بتاعي اللي انتوا شايفينه دوت، بصلتين كده صغيرين خالص، قطعتهم كده جوليان. هنزل عليهم كده بحبه فلفل اسمر وهدعكهم. الخطوه دي جميله على فكره يا جماعه، بتفرق جدا في طعم البطاطس اللي انت تدعكي البصل بالفلفل الاسمر دي وتسيبيه. بس كده هبدا بقى اقطع عليه الطماطم بتاعتي والفلفل. لو عندك بقى فلفل سبايسي حطي، مش عايزه خلاص. انا هنا كان عندي فلفل الوان وفلفل حراق، فحطيت ايه فلفل الوان وقرن فلفل حراق كده. التوابل بتاعتي زي ما انتم شايفين، بصل باودر، توم باودر، حبهان، حبه فلفل اسمر، حبه كمون، والسبع بهارات. بس كده حطيت بقى البطاطس كده، وهبدا بقى ايه اقلب كله ده ببعضه. عندك بقى مكعب مرق دجاج حطيه، حته سمنه بلدي او حبه زيت برضو حطيهم كده ايه على الوش. هنا بقى كانت خلاص بقى الكفته بتاعتي اتشوحت كده من الجنبين. هنزل بقى بالكفته ديت ايه على وش الطاجن بتاعي. بصوا بقى البهاريز بقى اللي هي نزلت بقى، الحاجات بقى اللي هي نزلت من الكفته دي مش هسيبها، هنزلها برضو في قلب الايه قلب البطاطس. كان طاجن كده بطاطس بكفته داوود، يا سلام.
هقول لكم الكفته دي دلوقتي مقاديرها بتتعمل ازاي وطريقتها ازاي. ماشي. هجيب كده نص كوبايه ميه وهحطها في قلب الطاجن بتاعي، وهلفه بالورق الفويل واحطه على درجه حراره 180. بس كده. هنا بقى طبعا جبت حله نزلت فيها بحبه زيت او حته سمنه، بحمر الشعريه بتاعتي عادي. وبعد ما احمر الشعريه هنزل بالرز بتاعي برضو، وعليهم حبه ملح كده ابيض، او مكعب مرق دجاج برضو، هفضل كده اشوح فيهم. وبعد كده هنزل بالميه بتاعتنا عادي. بس بقى بعد ما اسقيهم اسيبهم على نار كده اهوت، عقبال ما يتشربوا معايا. وبعد كده اوطي النار عليهم عادي. اقول لكم بقى، تعالوا بقى نشوف بقى الكفته بتاعتنا دي انا عاملاها ازاي. نص كيلو لحمه مفرومه، عمل لي طبقين من اللي انتوا شفتهم دول، من الطبقين اللي هم الكفته دول. ماشي. نص كيلو لحمه مفرومه. اللهم صل على النبي. زي ما قلت لكم معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ونص كيلو من البصل. ماشي. اول حاجه بفرم البصل كويس جدا، وبعد كده بقى بصفيه كويس جدا من الميه. بعد ما بصفيه من الميه خالص، بقوم جايه حاطه حبه توم عليه. لو انت ما عندكيش توم مثلا مفروم ولا حاجه، حط حبه توم عليه على البصل، واضربيهم كمان ضربه. وبعد كده هاتي بقى شويه بقدونس كده، بتاع ربطه بقدونس ولا حاجه، وحطيها برضو تتضرب شويه مع البصل. وبعد كده حطي اللحمه عليها اللي هي المفرومه، برضو تتضرب برضو في نفس الكبه. اضربيهم كلهم بقى مع بعضيهم، وحط عليها التوابل اللي هي ملح، فلفل اسود، كبابه صيني، بهارات مشكله او 7 بهارات، وحبه بابريكا. بس امسكيهم بقى كده، دول كلهم يتضربوا مع بعضهم في قلب الكبه. وهاتي بقى عوسي ايدك سنه زيت كده عشان الكفته ما تلزقش معاكي. عوسي ايدك سنه زيت، وابداي بقى شكلي بقى الكفته بقى كور زي ما انت عاوزه. بس وشيلها في الفريزر بقى. دي تعمليها في اي وقت بقى جنب حبه بطاطس، في قلب طاجن خضار كده. ممكن تعملها تحمرها كده لوحدها جنب حبه سلطه وعيش وطحينه والكلام دوت. بس يعني هي كان طعمها حلو مع البطاطس والله الصراحه. بس هنا بقى كان الرز بتاعنا استوى. بدات كده اغرف الاكل زي ما انتم شايفين، وطاجن البطاطس كان طلع بقى معايا من الفرن. هنا بقى دوت كان النعناع بالليمون بتاعنا اللي احنا عاملينه في اول الفيديو. هبدأ بقى اصبه كده في الكوبايات. وبعد كده بقى هجيب البرتقال بتاعي برضو، وهبدأ برضو احطه كده في الكوبايات، لان كان خلاص بقى فاضل على المغرب بتاع 10 دقايق كده ولا حاجة. بس بقى وهبدأ بقى اغرف الاكل بتاعي، وهوريكم بقى شكل الاكل بقى دلوقتي كان طالع عامل ازاي، والطاجن كان طالع ازاي من الفرن بقى. كان شكله تحفة، وكان ريحته تحفة، وكان طعمه ما شاء الله عليه، كان روعة. ولو وصلتي بقى لغايه هنا ولسه بتتفرجي عليا، ما تنسينيش بقى، باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد مني. ادي الطاجن بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، حطيته كده تحت الشوايه بس ياخد لون بسيط. بصوا بقى البطاطس ناشفه، ما فيهاش ميه خالص ولا اي حاجه. هي حلاوتها كده، وهي بصوا ما حطيتش عليها كمان لا صلصه ولا حطيت عليها حاجه. هي منها فيها الطماطم، الاتنين طماطم او الثلاث طماطمات اللي انا قطعتهم معاكم. آه بس كده همت. بس يعني هي وجبة خفيفة كده، ما فيهاش اي حاجة يعني. وخلاص على كده بقى، ده كان فطارنا جنب حبة رز وحبة سلطة. والحمد لله على كده، نعمة وردة من عند ربنا. وده كان العصير بتاعنا بقى، العصير اللي ورا خالص دوت، ده عصير توت، وده عصير الليمون بتاعنا بالنعناع، وده عصير البرتقال. وعملنا جنبيهم حبة سلطة كده. دي شكل البطاطس بقى بتاعتنا. وخلاص على كده، ده كان فطارنا بقى والحمد لله. يعني ما شاء الله والله، يعني الاكل ما تبقاش منه الا طبق رز واحد بس صغير، طبق بطاطس صغير. وكان ما شاء الله والله الاكل كان طعمه تحفه. وطريقه الكفته دي برضو هكتبها لكم برضو في صندوق الوصف، والتوابل بتاعت اللي انا حطيتها برضو هكتبها لكم برضو في صندوق الوصف. اشوفكم في فيديو جديد، بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.